باش تتعهد بها يوميا يوميا مع البلديه كده بس. مع البلديه ومع كل الاطراف، وحتى البيئه اللي موجوده تابعه لابد من اعادتها. حتى ما بقاش أي. في الاصلاحات مش في البيت. لا في الايام القادمه. من قدام فانا توا اتفاقيه بيننا وبينهم في السيانه في الكل. مرة لابد من تعهد بصفه يوميه، مش كما صار في ساعه مسار وقت من الاوقات كل ما تصلح شيء. فقط كما هي وكيف الساحه هذا عام 72 عام 72 ولكن التوأمة اللي وقعت عام 59 برشا عام في 72 نعم، ولكن خرجت في احسن حله مما كانت عليه، وتم اهمالها للاسف، والحمد لله تعالى مرة بسرعه قصوى. مرة تم العمل تحت اشراف الهندسه العسكريه، وكانت متابعه بكل التفاصيل، والحمد لله. وان شاء الله المواطن التونسي هذا الهام يشعر وانه يمتلك منها جزء على الشيعة يحافظ عليها، وبالتاكيد يشعر بالنظافه، ويشعر وان ملكه جزء يمتلكه على الشيعة. وهذه هي بالفعل مرة الثوره الثقافيه اللي نسعى الى تحقيقها في كافه انحاء الجمهوريه. هذه كانت الأشغال حوالي 9 أشهر تقريبا. والمتابعة مستمرة للفسقيات. نعم. نحبوها في كل مناطق الجمهورية إن شاء الله، أنا كل الأماكن اللي تم إن شاء الله المساحات الخضراء، مساحات خضراء، وترجع تونس خضراء من أقصى شمال إلى أقصى جنوب. كل يوم نقعدوا في المترو بالساعة ساعتين. أنا إن شاء الله بقدرة الله العمل الجاي على توفير النقل أمانة بسبب الحافلات ولا بإصلاح عربات المترو. خليه يشفيك، ربي يعاونك
عاشت تونس حرة مستقلة. عاشت تونس حرة مستقلة. يا الرئيس. يا الرئيس. سيد الرئيس. عاشت تونس حرة مستقلة. نحيا تونس. نحيا تونس. نحيا تونس. وقت المسيح. عايش حتى انا نحبك.